السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي مشاهدي تيكي تاكا. أداء باهت جدا 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 لمنتخبنا الوطني في المباراة أو البروفا النهائية قبل كأس الأمم الإفريقية اللي كل جمهور الكرة المصرية، كل جمهور بلا استثناء مستني التامنة. هل المنتخب اللي كان بيلعب النهارده قدام تنزانيا بالمستوى الباهت ده اللي هيدخل يجيب لنا التامنة؟ عايزين رأيك يا كابتن خالد. اول حاجه بس نرحب بكل جمهورنا وكل حبايب تيكي تاكا ونقول لهم وحشتونا، وعايزين نقول كلمتين يا كابتن عمرو بصراحه وبدون نفاق. هل ده المنتخب اللي احنا مستنيينه يعني ياخد افريقيا؟ هل ده الشكل اللي احنا مستنيينه ياخد افريقيا؟ هل ده المنتخب اللي هياخد التامنة يا كابتن خالد؟ طيب هل ده المنتخب اللي هيعوض اللي حصل السنة الكاس اللي فات؟ بص يا كابتن عمرو، اللعيبه اللي موجوده يعني خلينا نتكلم بصراحه وبدون مجاملات، اللعيبه اللي موجوده في منها لعيبه كتير جدا كويسه جدا، بس المجاملات مضيعه يعني مجهود الناس الكويسه. المجاملات في ناس كتير يا كابتن عمرو لعيبة شايفة نفسها كبيرة عن المنتخب. ايوه بالظبط أقوى، يعني احنا بنلعب مع مصر كده يعني. بس المجاملات اكتر يعني مبدئيا يعني طبعا يعني انا مش بلوم الحارس محمد صبحي، لكن يعني خلينا نتكلم بصراحه، هل ده حارس ينفع للمنتخب؟ خلينا نقول ان يعني مثلا الزملكاويه يا جماعه، الزملكاويه قبل الاهلاويه، الناس اللي بتحب مصر يعني اهلاوي وزملكاوي كل الناس، هل محمد صبحي جدير لحراسه منتخب مصر حتى ولو حارس تاني او تالت؟ مع كامل احترامي يا كابتن خالد، ولو اي حد من الزملكاويه حتى قال ان هو جدير يبقى بينافق نفسه، لان محمد صبحي بقاله اكتر من 3 شهور ما لمسش كوره. الله ينور عليك. يعني مش ما لمسش كوره، بيتمرن عادي زي الفرقه، يعني اي لعيب بيتمرن لكن ما لعبش، ما احتكش. طب النهارده انت عندك شريف اكرامي، انا مش عايز اقول بلاش شريف اكرامي عشان اهلاوي، بسام، محمد بسام جنش اهو زملكاوي اهو، جنش محمد بسام اللي الناس كلها بتقول عليه زملكاوي اهو، محمد بسام موجود اهو. يعني انا شايفهم تمام، ادائهم احسن من اللي احنا شفناه النهارده بكتير بكتير. يعني انت النهارده بتجرب محمد صبحي في ماتش بروفا نهائيه، يعني ايه؟ يعني خلاص احنا اللي جاي كاس الامم. مش بس بقى محمد صبحي، يعني تعالى نتكلم كده باستفاضه بقى عن الماتش يعني نتكلم من اول البدايه لحد النهايه. خلينا نتكلم باستفاضه. عايز نقولهم نقط يا كابتن خالد. يعني خلينا نتكلم ايه الحاجات اللي انت حطيت عينيك عليها في التشكيل. طيب في الدقيقه 16 يا كابتن خالد في شوطه اتشاطت على محمد صبحي. تمام. محمد صبحي عمل ايه؟ راح صادد الكوره، يعني كان عايز يمسكها ما عرفش يمسكها، كان المفروض يحط صدره وراها عشان يمسك، بالظبط ما عرفش يعمل الكلام ده، راح اوصل على جنب من الجناب، ارمي على جنب من الجناب، حطها في نص في نص منطقه الجزاء. لولا ان حجازي واللاعب بتاعهم ما عندوش رد فعل، متاخر وما توقعش ان هيحصل لها كده، الكره دي كانت ممكن تبقى هدف اول لتنزانيا، والماتش اللي انت داخل راكبه يتقلب، وكانت هتبقى تنزانيا المتقدمه. ده حقيقي مظبوط، ده حقيقي. بعدها في الدقيقه 24 برضو محمد صبحي يطلع برجله يشوط الكوره بشكل عجيب. شفت الكوره اللي شاطها بشكل عجيب، وفي الاخر خدها، مش الدفاع خدها، الهجوم بتاعهم بالظبط، اللي هو علي سمانة بالظبط. وحتى وهو بيقفل محمد صبحي سايب له الدقيقه مفتوحه، لولا لولا برضو ان حجازي قفل كانت الكوره بقت جول. طيب خلينا برضو عشان ايه، انا كده بتكلم عن صبحي فقط، في لعيبه كتير عايزين نتكلم عنها. مبدئيا الباكين اللي بدانا بيهم، طيب عمر كمال عبد الواحد النهارده ما كانش في مستواه على الاطلاق، هو عمر كمال لعيب رائع بس مش في مستواه. الله ينور عليك، بعيد تماما عن مستواه، ويعني مع احترامي برضو يعني ما ينفعش تبدا بيه. لا ممكن يبدا بيه يا كابتن خالد، لان هو عمر كمال لعيب حلو ولاعيب مؤثر، لكن لما انت تلاقي، خليك انت المدرب الفطن، المدرب الفطن بيبقى كويس. انت لما تلاقي اللاعب مش في حالته ما تبوظوش، ما تخلوش يطلع مخنوق بقى، ما تخلوش يطلع مصاب عشان هو يبذل مجهود مضاعف عشان يحاول يوصل لحالته. بالظبط. طب انت لما بذل مجهود مضاعف اهو جات له ضمه، يبقى انت كمدرب مع كامل احترامي ليك، يا عم انت برتغالي، انت مسكت بنفيكا، انت عملت، طبعا يا كابتن خالد، طبعا لازم يجي له طبعا لازم، هو العين بعيد عنك، يعني هو خلاص راح الاهلي لازم يلبس العين بتاعت الضغط. كابتن ميدو
ايه الاخبار؟ يبقى الاهلي عاوز قران قبل ما كابتن ميدو، مش انت بتقول للاعب الاهلي يقرا القران؟ احنا اللي نقرا القران. اعوذ بالله المصحف كله، والله العظيم والله العظيم. يعني اللاعب ما بيكملش، يعني لسه بس اتقال انه راح الاهلي او اتصاب. سبحان الله. الحمد لله. لازم يجي لنا نصرف عليه شويه الاول قبل ما يلعب. هو دي ضريبه الاهلي. الناحيه الثانيه يا كابتن عمرو، بس خلينا نقول هقوله، بس عايز اقول حاجه بس عن روي فيتوريا. تمام. روي فيتوريا مدرب كبير ماشي، ما اختلفتش. مسك بلفيكا ما اختلفتش. مسك 3-4 انديه تاني في البرتغال جامدين ما اختلفتش. لكن طول ما في حازم امام بيوجه روي فيتوريا، هيفضل روي فيتوريا هو اقول لك ايه، اداه في ايد اتحاد الكوره بتتحرك زي العرايس الماريونيت. ما نزعلش من الكلام ده يا جماعه عشان دي الحقيقه. يعني كابتن عمرو بيقول الحقيقه. يعني لو في مجاملات برضه يعني. كان محمد صبحي هيتاخد في المنتخب يا كابتن خالد؟ مستحيل. يعني بص مهما عملت مستحيل، استحاله تاخد محمد صبحي في المنتخب. بالظبط. طيب طلع كابتن اسامه نبيه طلع بيقول كان المفروض بدل ما ياخدوا ياسر ابراهيم ياخدوا اسامه جلال. اسمه ايه؟ لا مش اسامه جلال يا كابتن خالد، حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد طلع قال المفروض ان هم ياخدوا حسام عبد المجيد بدل ما ياخدوا ياسر ابراهيم. هو ليه لقب بس احنا مش عايزين نقوله. بغض النظر انا مش عايز، انا بص انا مش هخوض في حسام عبد المجيد في الوحش. أيوة. بس معلش هو بقاله قد ما لعبش، واصلا مستواه عامل كده هو حسام عبد المجيد ما بيلعبش غير رأسيات. نقول ماشي، بس هو مستواه مش ثابت خالص. يعني هل تقارنه بياسر ابراهيم؟ ثغراته مفيش مقارنه، مفيش وجه مقارنه. انا شايف ان ياسر ابراهيم من احسن تاني مدافع في مصر بعد عبد المنعم. والله زملكاويه واهلاويه هيقولوا نفس الكلام. طيب يبقى طيب ايه رايك يا كابتن خالد النهارده؟ خلينا نخرج من ياسر ابراهيم وخلينا نخرج من النقطه دي. وايه راي حضرتك النهارده قبل ما نتكلم في تحليل فني واداء فني؟ تمام. في الميس باس، وقبل ما نتكلم في الاسيستات بتاعت صلاح. يعني صلاح عمل اسيستين كويسين، واحد بجول والتاني لا. تمام. صلاح كان بيعمل ميس باس يا كابتن خالد بشكل كتير جدا عجيب. بالظبط. طيب هو صلاح في ليفربول، حد فينا كلنا بنتفرج على ليفربول، كلنا بنتفرج على ماتشات صلاح. هل يا جماعه حد فيكم بيمسك ورقه وقلم زي ما انا بمسك ورقه وقلم كده ويقعد يعمل تحليل لمستوى محمد صلاح مع ليفربول ومستوى محمد صلاح مع مصر؟ هتقول لي اللعيبه مش هي الامداد مختلف. الامداد ايه؟ الكره في رجلك. الكره في رجلك يا محمد يا صلاح، الكره في رجلك وانت بتبصيها غلط، يبقى انت مش مهتم بالمنتخب. مع كامل احترامي ليك، لان انت ما بتعملش كده في ليفربول. ولو حد شايف ان انا بتجنى عليه قول لعيب كبير، عمل اسيست وادى تريزيجيه جون، بس معلش انا اسف، يعني صلاح ده المتوقع منه. فلما تديني 10% من اللي انا متوقعه منك يعني ما تنتظرش مني اني ما انتقدكش، ولا انا بتكلم غلط؟ بص، هو منطقيا طبعا كلامك صح 100% يا كابتن عمرو، لكن عايزين برضو ايه يعني نقول حاجه. هو ساعات بيحاول يعمل اللي عليه، بس في الماتشات الوديه مع الاسف يعني خلينا اكلمك بما يرضي الله بيخاف على نفسه. في الوديه بس يا كابتن خالد؟ يعني خلينا نقول في الوديه بس مبدئيا، يعني في طب بامانه يعني ما تعملش زي مؤمن حسن بامانه. بص، هو في بعض الماتشات فعلا حتى اللي مش وديه بيخاف فيه على نفسه. وخلينا نقول برضو لاعب بالرقم ده، يعني انت لو قيمت يعني منتخب مصر، القيمه التسويقيه لمنتخب مصر تقريبا يعني قد ايه؟ وكم في المية منها سعرها محمد صلاح؟ طيب ما هو محمد صلاح اقول لك ايه، يعني 95% من مش 90% من الخاف على نفسه يا كابتن عمرو. بص يا كابتن، انا ما عنديش مشكله ان انت تخاف على نفسك، بس انت دلوقتي داخل على كاس وعمال تقول انا نفسي اخد مع المنتخب، انا نفسي احقق مع المنتخب. ما هو طول ما انت بتخاف على رجلك والله ما هتحقق حاجه. اي طبعا والله ما هتحقق حاجه. لو بص ادي كوره تديك، خاف على رجلك وخاف على نفسك والعب بالشوكه والسكينه زي هاني العجيزي والناس اللي كانت بتعمل كده، دي مصيرك في الاخر مش هيبقى لطيف. طيب انت مصيرك مع ليفربول حلو جميل، ما انت بتاخد منهم فلوس. طب وانت عشان المنتخب ما بيدفعش، فانت خايف على رجلك ولا خايف على الفلوس اللي هتاخدها من ليفربول؟ ما عنديش مشكله ان انا لو مكانه اخاف، لكن في نفس الوقت انا بلعب باسم بلدي، انا بلعب باسم مصر، يبقى لازم اكون واجهه مشرفه لمصر. انت بتجيب اجوان ما قلناش لا، انت بتعمل اسيستات ما قلناش لا، بس انت محمد صلاح،
انت بتعمل اكتر من كده مع ليفربول. خلينا كابتن عمرو متعشمين، يعني متعشمين في اكتر من كده باذن الله في الماتشات الرسميه، ومتعشمين فيه يعني يجيب لنا البطوله دي، لان هو حتى الان مفيش كاس يا كابتن محمد صلاح. ما فيش اي حاجه عملناها برضه في كاس العالم، يعني ما فيش اي حاجه عملناها لمنتخب مصر من ساعه ما والله اللي انا من ساعه ما انت اعرفه ان اللاعب الكبير بيفيد بلده. طبعا اي لاعب كبير لو ما فادش بلده يبقى معلش يعني ما استفدناش حاجه منك يعني. انت اللي استفدت، خدت فلوس. يعني عايزين كاس باذن الله يا كابتن محمد، وربنا يكرمك كده ويكرم بقيه زمايلك، عشان ما نهدرش حقه بقى. طبعا ده محمد صلاح اكيد يعني نجم من نجوم العالم. في الدقيقه 32 عمل اسيست عالمي لتريزيجيه، هي لمسه، وهو ده اللي انا بتكلم عليه، ده اللي انا منتظره من صلاح. دي كل لمسه انا بشوف صلاح ببقى عايزها منه، لمسه في لمسه. هي لمسه واحده ودى تريزيجيه الله اكبر عليه. فعلا هي تريزيجيه الله اكبر عليه. عمل ايه؟ زقها، نتشها من جنب رجل الجول، واللعيبه بيجروا وراها. شفتهم بيجروا ازاي؟ بيجروا وراها بيلهسوا، دخلوا على بعض. طبعا ده شتت ده وده شتت ده، الاثنين ما عرفوش يطلعوها، دخل الجول. فبصراحه جون عالمي. طيب جون مرموش، ضربه الجزاء اللي جابها مرموش عالميه، وهو مهاري جدا جدا. عنده بس مشكله في اللمسه الاخيره، بس اعتقد انه يعني مع الوقت بالظبط. طيب عندنا بقى في الدقيقه 39 يا كابتن خالد شوطه لمروان عطيه، يعني شوطه كارلوسيه، اقوى الشوطات اللي انا ممكن اشوفها في حياتي بصراحه. شوطه يعني كلنا زعلنا من الكره دي، ما جاتش، هي جت في ايد الجون بالصدفه فخبطت في العارضه يعني. برضه شابوه للجون. طبعا لا يعني بس هو ناطط بالاحساس، يعني هو يعني مستحيل يكون شاف الكوره لان احنا ما شفناهاش. مستحيل يكون شافها. ايوه فعلا. هو نط بالاحساس اللي هو ايه، يعني هو متوقع ان الكوره جايه في المكان ده فحط ايده راح جايه في ايده وخبطت في العارضه. لا هو بصراحه ربنا شابوه لحارس المرمى، راجل يعني 10 على 10 في الكوره ديت. احنا كنا تقريبا المنتخب التنزاني كله علي سمانتا. يعني هو لما خرج. معلش يا كابتن عمرو، في حاجه انت ناسيها، انت كنت عايز تقولها قلت افكرك بيها. هل الضغط اللي احنا كنا شايفينه النهارده من منتخب مصر، هل ده الضغط اللي احنا مستنيينه في كاس الامم؟ ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقى يا كابتن خالد، تحليل فني بقى. احنا المفروض ان احنا بنلعب تنزانيا، فمعلش يعني المفروض ان هم يكونوا انت بتلعب عليهم حصار، بتعمل حصار عليهم بالظبط. طيب عشان تعمل الحصار ده، شفت الاهلي بيلعب ازاي؟ بيعمل ضغط متقدم. الضغط المتقدم ده محتاج لعيبه عندها لياقه بدنيه يا كابتن خالد. تعمل الضغط المتقدم، يبقى اولا اللياقه البدنيه. هل لعيبه منتخب مصر عندهم لياقه بدنيه؟ عندك محمد صلاح بيلعب في ليفربول، عندك مصطفى محمد بيلعب في نانت الفرنسي، عندك تريزيجيه وتريزيجيه والنني في الارسنال، ويعني انت عندك لعيبه المفروض كلهم محترفين الصف الامامي دول، يعني المفروض لياقه بدنيه، دوري بقى اوروبي والدنيا جامده والناس دي كويسه. يبقى المفروض انهم عندهم لياقه. يبقى عدم الضغط الامامي حاجه من اتنين، يا تعليمات من المدير الفني، يا تعالي على الكوره وتعالي على المنتخب. فاحنا عايزين نعرف، لو هي تعليمات من المدير الفني احنا عارفين انه كفته وفي البلاط، فيعني مش متوقعين منه اكتر من كده. اوكي، لكن لو هي تراخي من اللاعبين فده غير مقبول خالص. يعني شوف احنا هنقبل لما يكون ان احنا المدرب احنا عارفين انه فين الضغط المتقدم يا جماعه اللي يخلي الفريق اللي قدامك يغلط؟ يعني معلش، الشوط الاول يا كابتن عمرو حوالي 5 ركنيات ليهم، الشوط الثاني حوالي 7 ركنيات ليهم، 8 كانوا متقدمين علينا ب8 ركنيات واحنا 5 يعني ولا لا احنا كنا 3. احنا لو احنا بنلاعب فرقه الى حد ما ليها وزنها وخدت كم الركنيات ده، ممكن يستفادوا منه، ممكن بشكل مش طبيعي، ممكن احنا نخسر فعلا. وبناء عليه انت يا مدرب يا كبير داخل في بروفا قبل الكاس مباشره، انت بتخش المفروض بالمين فورميشن بتاعك. يعني ايه المين فورميشن؟ يعني انت مدخل الشناوي حارس مرمى، اللي هو التشكيل اللي هيبدا، اللي هو انت عايز تشوف دنيتك ماشيه ازاي. انت مش نازل تجرب، يعني المفروض مع كامل احترامي اللي هي البروفا النهائيه دي مفيش مدرب نازل يجرب. انت نازل تجرب ايه في قبل الكاس الامم بماتش؟
جديده دي ما يعني بنشوفهاش. بالظبط. ما بنشوفهاش. وبعدين يعني ايه المنتخب ما يلعبش غير مباراه واحده وديه قبل كاس الامم؟ يعني برضه ما شفتهاش قبل كده دي. يعني اقل حاجه في الدنيا مباراتين وديتين، انت لعبت مباراه واحده فقط. هتقول لي اصل الجدول مسحوب، اصل مش عارف ايه مسحوب. لا هو مش موضوع الجدول مسحوب، ما تلعب يا عم من غير محترفين، ما تجيب اللعيبه التانيين وتخلي المحترفين مع انديتهم. وليه يا باشا من غير محترفين؟ انا بقول لو يعني انا بقول لو الاجنده الدوليه هتبقى يعني مزدحمه، العب من غير الدوليين. المعسكر يا كابتن عمرو المفروض من يوم واحد. من يوم واحد يعني كنا ممكن نلعب مثلا ماتش يوم 3 ماتش يوم 7، بس هم خافوا على الاصابات تمام. وخافوا على المجهود. بس انا شايف ان كميه التجمع قليله يا كابتن خالد، قليل وقت التجمع بتاع المنتخب قليل، ما بيلحقوش الفرقه دي ما يلعبوا مع لعبتش بعض. مع بعض ما كتير. بيلحقوش. الجدول مزدحم جدا سواء بره او هنا في مصر، فما بيلحقوش يلعبوا مع بعض. طبيعي يكون في تقصير في التيم ورك. ما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات من حبايبنا المصراويه والاهلاويه، بس قلنا المصراويه النهارده الاول علشان النهارده كانت مصر هي اللي بتلعب. وطبعا كلنا مصريين قبل ما نبقى اهلاويه او زملكاويه او اسماعيلاويه او ايا كان ماهيتنا، وعشان كده كلنا قلبا وقالبا مع منتخب مصر، وبندعي ربنا يبارك في روي فيتوريا ده. عايزين رايكم يا جماعه في الكومنتس، يعني مين موافق على روي فيتوريا؟ مين مقتنع بيه؟ طبعا انا عارف الاجابات، بس عايزين نشوف رايكم معانا. مين مقتنع بروي فيتوريا ان هو مدرب كويس، ومين شايف ان هو لا يصلح؟ احنا فعلا محتاجين راي الناس في الكومنتات، راي الجمهور في الكومنتات ده مهم جدا، لان حازم امام بيقول ان الجمهور كله موافق على روي فيتوريا. فبما ان الجمهور كله موافق على روي فيتوريا، عايزين بس نعمل يعني استفتاء كده نشوف هل الناس فعلا موافقه على الراجل ده، ولا الناس شايفاه راجل بتاع كفته زي ما احنا شايفين. احنا شايفينه اخره يقف جنب بحه في النصريه، ولا راي حضرتك ايه؟ وتبقى كرامته صح؟ بالظبط. هو اخره ياكل من عنده، ما يقفش جنبه ياكل، مش هيستحمل ده، مش هيستحمل ده. طيب احنا بس عشان ما نطولش على الناس، ما ننساش برضو اللايكات والشيرات والسبسكرايبات والترويات من حبايبنا المصراويه والاهلاويه، علشان المصراوي والاهلاوي للمصراوي والاهلاوي يا كابتن سند يا كابتن عوض. سند. فما تنسوش تروقوا علينا زي ما احنا المنتخب روق علينا النهارده، كنا بنتمنى يروق علينا اكتر من كده باداء اقوى من كده، مش اداء باهت. كلنا يعني نبقى زعلانين يعني قبل من الاداء ده قبل كاس الامم. يعني عايز تقول اي حاجه يا كابتن خالد قبل ما نختم؟ عايزين نقول نتمنى التوفيق باذن الله منتخبنا يوم الاحد ان شاء الله. هنلاعب موزمبيق ان شاء الله، فرقه يعني متواضعه. يعني نتمنى نشوف منتخب سيريس بقى وبيلعب. نتمنى نعمل سكور يا جماعه، ما تتكسفش يا كابتن خالد، لازم نعمل سكور. ورونا امكانيات المنتخب بتاعنا اللي انتوا خايفين على نفسكم النهارده عشان ماتش ودي. ما اعرفش بتلعبوا ليه بصراحه، يعني ما اعرفش بتلعبوا ليه، يعني ما عنديش سبب بصراحه. ولا ما اعرفش بتلعبوا ليه. انا مش عارف، انتوا مش قادرين، يعني مكسلين، مش قادرين تجروا، مكسلين تضغطوا، بتلعبوا بالشوكه والسكينه. يعني خلينا نشوف باذن الله نرمي الشوكه والسكينه يوم الاحد، وكل الدعم لمنتخب مصر. كل الدعم قلبا، مش كل الدعم لروي فيتوريا منتخب مصر وروي فيتوريا كابتن خالد دلوقتي. لا مش لحازم امام، بس روي فيتوريا علشان هو دلوقتي اللي ماسك كتيبه المصريين، فاحنا مضطرين ندعمه. وبعد نهايه كاس الامم يا كابتن خالد تبدا مرحله الحساب. والله انت كنت اهل للثقه اللي الجمهور المفروض دلوقتي بيحطها فيك، ودلوقتي اللي بنقول لك اهو احنا معاك اهو، تمام، بغض النظر انت بتاع كفته بس احنا معاك، اوكي. والله اثبتت لنا ان انت بتاع كوره، هنقول لك شابوه. اثبتت بنفسك ان انت بتاع كفته، فهنطلع نقول ان انت بتاع كفته، وده الطبيعي، وهنسلخك كالعاده. عايز تقول حاجه يا كابتن خالد؟ عايزين نقول متشكرين يا اخوانا والله، وخلي بالكم من نفسكم علشان احنا بنحبكم وهنفضل دايما بنحبكم. وما تنسوش دعمنا والشيرات واللايكات والسبسكرايبات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.